هل المظاهرات الحاليه ممكن تغير فكر قاده الجيش الحاليين؟ ايه الفرق بين عبد الناصر وبين قاده الجيش حاليا؟ عبد الناصر كان عنده اولا طموح. قاده الجيش الحالي ما حدش عنده طموح. ليه الفريق السيسي بيقول ان هو عايز يبقى رئيس؟ ده مش طموح، ده ترقيه، لانه وصل فريق اول. لكن ان انت تطلع من البكباشي لرئيس، هي دي الطموح. لكن من فريق اول لرئيس ما تفرقش كتير. يمكن فريق اول احسن من رئيس. وعنده بيقول مشروع يخلي مصر قد الدنيا ده عشان هيحتل الدول اللي بتساعده، يعني الدول اللي هو بياخد منها اتوات الوقت دي، هو ناوي او يعني بيلقن دلوقتي الجيش ان هو ناوي انه يروحوا ياخدوا الدول دي، لانها في عندها فلوس وما عندهاش موارد وما عندهاش جيش. بس ده بيستحضر تجربه محمد علي. ده ما قالوش خالص يعني في اي تصريح لا، التلقين، ما هو التلقين ده اللي هو جوه الجيش. ما في فرق بين التلقين والتصريح. التصريح ده اللي بيطلع. بس ده معناه تدمير الجيش المصري، لانه ما كانش ليه؟ ما يمكن ينتصر يا اخي وياخد. صدام حاول يعمل كده وكانت النهايه تدمير العراق والجيش العراقي. لا يمكن برضه هو اسرائيل تساعده. اسرائيل ما ساعدتش صدام. اسرائيل اللي مش عايزه قوه عظمى في مصر ولا ايه؟ لا، يعني اسرائيل تساعد الفريق السيسي لكن ما تساعدش صدام. وايه الفرق؟ الفرق انه صدام كان دايما يقول ان هو قضيته هي فلسطين. السيسي عمره ما قال ان قضيته فلسطين، قضيته الارهاب، قضيته الاخوان.